عندي هنا قطع لحمة، اللحم البقري بالطريقة اللي أنتم بتشوفوها، وعندي هنا بصلة كبيرة مفرومة كده قطع ناعمة، وواحد طماطم صغيرة من غير بذر محكوكة، والبهارات المشكلة اللي أنتم بتشوفوها، واحد ملعقة سمنة حطيتهم في الطنجرة وخليت اللحمة تاخد كده صدمة وتاخد لون، وبعدين باحط البصل وباحط عليها طماطم وباحط البهارات اللي هي عبارة عن شوية كمون، فلفل أسود وبهارات مشكّلة، وممكن تضيفوا بس اللي هي الكزبرة الناشفة بس، يعني كمون وفلفل أسود وكزبرة ناشفة، نحط عليها المَيّة الكافية ونخلّيها تستوي على أقل نار وتتسبّك يعني زي ما بتشوفوا كده لمّا تستوي بنحاول إنه نفعّصها كده، نجيب أي شوكة أو أي حاجة عشان ما نخرّبش الطاوة، ونجلس نفعّص فيها كده ونفرمها ونحطها في الطاوة حق الفحصة دي اللي بتكون من الرخام، وهنمُر نحضّر معاكم الصوص أو الصوص اللي بنرافق بيه، بنحط شوية مَيّة مع كزبرة فريش بتكون كده ورق، ونشيل بس الورق حقّه ونطحنه ونحط عليه بس شوية ملح، دي وطبعًا حطيت معاها فلفل، هنا مش باين لكن يكون فلفل حار، وبنحط معاها كمان اللي هو لا إله إلا الله، بنحط معاها ممكن في الوصفة الأصلية بنحط الحلبة الخضرا، فأنا يعني ما كانتش متوفرة ومش مش مُقبلين عليها، فحطيت بس الكزبرة زي ما بتشوفوا كده، وبنخلّيها تتسبّك كويس مع الصوص اللي أنتم شايفينه، وبنقدّمها مع الخبز الملوّح، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وأشوفكم في وصفات جديدة، في أمان الله.